سلامات. اليوم حبيت أحكي معكم عن الثقة بالله، يعني كيف نضل واثقين إنه ربنا رح يفرجها علينا. مثل قصة سيدنا موسى عليه السلام، كان قدام البحر وفرعون وجيشه وراه وكل الطرق حواليه مسكرة، بس موسى ما استسلم. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وفعلا ربنا فرجه وفتح له كل الطرق. الفكرة إنه الثقة بالله مو بس نحكيها، لازم نصبر ونكمل ونحاول، وكل هم رح يمر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. حبيت أطلع عليكم بهالفيديو وأسلم عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. عن جد لأني صار لي يومين يعني ماني مبينة، وحسيت إنه لازم أحكي معكم وأطمنكم علي وتطمنوني عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. وبصراحة يعني بحكي لكم، اللهم صل على النبي. اللي صار إنه كان عندي ضيوف، إجاني ضيوف، إجوا يعني من سفر من مكان بعيد، واللهم صل على سيدنا محمد. وانشغلت يعني معهم شوي من أول ما وصلوا، بس يعني بتعرفوا يعني بين الاستقبال والترتيب والطلعات والقعدات الوقت يعني سبحان الله بيمر بسرعة. ما لحقت يعني حتى أمسك موبايلي مثل العادة، بس بنفس الوقت أنا بعرف إنه أنتوا بتحبوا تشوفوا التفاصيل يومياتي، فحاولت على قد ما بقدر يعني إنه أصور شوي، اللهم صل على النبي، لقطات من هون وهون. يعني ما حبيت أكون غايبة بشكل كامل. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن شاء الله بالفيديوهات الجاي إن شاء الله رح أفرجيكم كل شي صار معي بهاليومين من البداية للنهاية، وبنحكي مع بعض إن شاء الله بالتفاصيل. هذا الفيديو بس حبيت يعني يكون سلام، أسلم عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن شاء الله بنرجع منزل فيديوهات بشكل مرتب أكتر. وإذا في شي حابين تشوفوه، يعني مثلا أفكار حابين أعملها، اكتبولي بالكومنتات، وأنا أكيد طبعا يعني بقرأ كل شي وبحاول أرد عليكم بإذن رب العالمين. الله يعطيكم العافية يا رب. وبتمنى منكم إنه ما تحرموني من وجودكم الحلو بالكومنتات، اللهم صل على سيدنا محمد، واللايكات. وإذا عندكم كمان رفقات شيروا لرفقاتكم صبايا، لعل وعسى إن شاء الله إنه تكبر قناتنا إن شاء الله. وبحكي لكم يا بنات، في وحدة من المتابعين بعتت لي سؤال، عم بتقول إنه كيف بدي يكون عندي يقين، يعني إنه شلون يصير عندي يقين وثقة بالله، يعني إنه رح تفرج. إنه هي عم تتعذب كتير، تعبت كتير، عم بتقول إنه ضاق صدري وعندي مشاكل كتير وما عاد عندي صبر، يعني ما بقى عندها صبر وصار عم بصير عندها مشاكل كتير، وإنه شلون يعني عم بتقول إنه شلون بدي يصير عندها ثقة بالله عز وجل إنه رح تفرج إن شاء الله، يعني بمعنى إنه ما ضل عندها صبر. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه سبحان الله. بصراحة هالسؤال يعني مو بس إنه لألا، هاد سؤال كتير ناس بيعيشوه يعني كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. خليني أجاوبك سبحان الله، بتذكرني بقصة حقيقية يعني صارت مع نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو سيدنا موسى عليه السلام. إذا بتعرفوا قصته، يعني تخيلي سبحان الله هذا الموقف. سيدنا موسى وقومه كانوا هربانين من فرعون. تخيلي، هربانين من فرعون، وفرعون هو طبعا مثل ما بنعرف إنه هو مو إنسان يعني عادي، كان ظالم ومعه جيش كبير كتير. وفجأة سبحان الله هن مو هربانين، فجأة وصلوا لمكان يعني ما فيه طريق، قدامهم بس البحر، وراهن هو فرعون وجيشه. يعني شلون بدي أقلكن، يعني حرفيا يعني خلص ما في مهرب، لا يمين في مكان ولا شمال. والناس اللي مع سيدنا موسى خافوا كتير. وش قالوا خلص انقضى علينا، انتهينا. هون سبحان الله وين النقطة المهمة، إنه سيدنا موسى بهيك لحظة ما قال انتهى كل شي، ما قال إنه ما في حل، لا، قال كلمة وحدة بس: كلا إن معي ربي سيهدين. إيش معناتها؟ يعني بكل هالضيق، بكل سبحان الله هالموقف اللي كانوا فيه، هالخوف، بكل يعني بتقولي لحالك إنه مستحيل، يعني خلص كان عنده كان عنده يقين إنه رب العالمين رح يفرج عليه، رح تفرج إن شاء الله. هون إيش صار بعدها؟ الله سبحانه وتعالى أمره إنه يضرب البحر بعصاه. سبحان الله، من فتح البحر وصار هون طريق قدامهم، وصاروا يمشوا فيه، ونجاهم رب العالمين سبحان الله.
يعني شوفي شلون الشي اللي كان مسكر، يعني ما في مهرب أبدًا، البحر صار هو نفسه طريق النجاة، يعني تخيّلوا. لهيك لمّا بتقولي ما في حل، اتذكّري إنه ممكن الحل يكون يعني جاي من مكان يعني أنتِ ما شايفتيه مستحيل، أنتِ شايفتيه إنه مستحيل، لأ إن شاء الله في فرج إن شاء الله. اليقين مو إنِّك ما تزعلي، أو مو إنِّك إنه مثلًا ما تتعبي، اليقين إنِّك أنتِ حتى وأنتِ تعبانة تقولي أنا واثقة إنه ربنا رح يفرجها إن شاء الله، أنا واثقة يكون عنا ثقة بالله عز وجل إنه رب العالمين أكرم منه ما في ورح يفرجها على الجميع إن شاء الله يا رب. حاولي تقربي من ربنا أكتر، صلي وادعي حتى لو دعاء بسيط، واحكي مع ربنا من قلبك، قولي يعني هو أكرم الأكرمين، إيش بخطر عبالك احكي معه. وذكري حالك دائما إذا ربنا فرج على سيدنا موسى بهيك موقف اللي هو مستحيل، فأكيد قادر يفرجها عليكي وعلى كل وحدة فينا إن شاء الله. الله يفرج همك وهم كل وحدة فينا إن شاء الله. الله يفرج هم كل وحدة عم بتمر بضيق إن شاء الله. وبتعرفوا إشو كمان يا صبايا، إنه في نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها. سبحان الله، إنه أنا بدي أقلكن إنه سيدنا موسى عليه السلام يعني ما كان بس عم بيقول إنه أنا واثق وخلص يعني بس هيك، لا، هو كان عم يعمل اللي عليه، يعني مو بس إنه هيك بس عم يحكي هالكلمة، لا، عم يعمل اللي عليه، يعني عم يمشي وتمان عم بيقوم بقومه، وما وقف مكانه وقال خلاص، لا. يعني اليقين يعني ما هو بس كلام، اليقين إنه نحن نثق بربنا ونكمل طريقنا، يعني ما نتم واقفين حتى لو كنا خايفين. يعني أحيانا سبحان الله نحن بنوقف وبنستسلم بسرعة وبنقول ما في حل، خلاص يعني ما في نتيجة، بس يمكن الحل هو سبحان الله قريب منك، بس بده هيك بس هيك يا الله يرزقنا الصبر شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. وتخيلوا إنه يعني لو سيدنا موسى بهداك الوقت استسلم قبل بلحظات، سبحان الله، لو بس كان قال إنه خلص ما في فايدة، كان ما شفنا هالمعجزة أصلا اللي صارت معه. سبحان الله. لهيك لا تخلوا الضيق يخليكم توقفوا بمكانكم، ولا تخلوا التعب يخليكم تبعدوا عن ربنا. سبحان الله، بالعكس، بهيك أوقات لازم نقرب أكتر من الله عز وجل حتى لو ما عنا يعني. وخلوا هالكلمة دائما، إن مع العسر يسرا، وصدقوني ما في ضيق بيدوم وما في حزن بضل، كل شي بمر سبحان الله وبيمضى. الله يفرجها عليكم وعلى كل البنات إن شاء الله يا رب اللي عم يسمعوني، والله يرزقنا راحة البال والطمأنينة إن شاء الله يا رب. وهون يا بنات بكون خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون كلامي يوصلكم بطريقة حقيقية وواضحة تكون، وإن شاء الله يا رب يكون عندكم هيك يعني دفعة أمل. ولا تنسوا تكتبولي بالتعليقات رأيكم وشو حابين بالفيديو الجاي عن إيش نحكي، ورح أكون دائما إن شاء الله معكم خطوة بخطوة. وشكرا لأنكم وصلتوا معي لهون، والله يفرج همكم ويريح قلبكم إن شاء الله. وإلى الفيديو الجاي يا صبايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا عم نلعب، كان عم تحكي معي بالتركي، كنا نلعب هيك. قلت حد يروح على البيت، قلت لها بالتركي بان افديك ديورو. أيوة يعني هي تركية. حكيتي معها بالتركي عشان تفهم عليكي؟ عم بقول لحالي إنه شلون هي يعني رفيقتك عم تفهم عليكي منيح، يعني بتعرفي تحكي معها بالتركي؟ ايه. إيش معناتها هي اللي حكيتيها هلأ؟ انا رايحة على البيت. كويس.